اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين الجمال ما شاء الله اللهم بارك. هقولك ازاي تعملي البانيه بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان ما يفكش منك أبدا في الزيت ولا حتى بعد القلي. ازاي يطلع لونه ذهبي بالشكل الجميل ده؟ ما شاء الله اللهم بارك، شكله يفتح النفس جدا. الطبقة متماسكة عليه، تحركيه يمين وشمال، الطبقة متماسكة عليه وبخطير، والخلطة طعمها في منتهى الجمال. انتي بتاكلي القشرة اللي عليه من بره كده وبتستمتعي بطعمه. اللهم بارك يا رب، جميل جدا وهيعجبكم ان شاء الله. ممكن تعملوا جنبه محشي او رز بسمتي، انا عملت كده جنبه محشي، كان طعمه في منتهى الجمال. اللهم بارك. ممكن انتي تعملي محشي او رز بسمتي او مكرونة حمراء او مكرونة بشاميل، اللي تحبيه. تعالوا يلا نبدأ بالطريقة، بس لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة. عندي نص كيلو من البانيه، انا عاملاه في البيت، يعني الصدرين بتوع الفرخة عملوا كده حوالي نص كيلو. بصلتين كده صغيرين، حباية من الطماطم، بهارات ملح وكمون وفلفل اسود وبهارات فراخ و7 بهارات. بس كده، مش هنستخدم اكتر بهارات اكتر من كده. بلاش بقى كتر البهارات الكتير اللي بتضيع طعم الاكل ده. هو كده البهارات زي الفل. انا مبحبش احط بهارات كتير في الاكل عموما. هنبشر كده الطماطم والبصل لحد ما ينعموا كده تماما. بعد كده هنحط عليهم الزبادي والبهارات ونديهم ضربة بالهاند بلندر عشان المكونات تنعم معانا. ممكن تستغنوا عن خطوة المبشرة والهاند بلندر وتعملوا المكونات دي في الخلاط. تقطعوا كده البصل قطع صغيرة والطماطم، وتحطوا عليها كوباية من الزبادي، وتحطوا البهارات، وتحطوا ربع كوباية من المية، أو أقل من ربع كوباية من المية عشان بس سكينة الخلاط تفرم المكونات دي، وهتطلع معاكم زي الفل. بشرنا الطماطم والبصل وحطينا عليهم علبة من الزبادي، يعني يعتبر نص كوباية من الزبادي، وحطينا البهارات اللي قلنا عليها وضربناهم كده بالهاند بلندر لحد لما نعموا معايا تماما. هضيف عليهم بيضتين زي ما انتوا شايفين كده. ودايما تعودوا ان انتوا تكسروا البيض في طبق خارجي عشان لو لا قدر الله يبقى بايظ ولا حاجة ما يبوظلناش الخلطة اللي احنا عملناها. ضربتهم كده لحد لما كل المكونات امتزجت ببعض. وكمان حطيت فصين من الثوم، هم مظهروش في الفيديو بس انا ضفت عليهم فصين من الثوم. شايفين القوام ازاي؟ ولا خفيف ولا تقيل، يعني متوسط كده بالشكل ده. مش عايزينه تقيل قوي ولا عايزينه خفيف قوي، عايزين قوامه يبقى متوسط. ريحته طبعا في منتهى الجمال، الريحة جبارة يا جماعة. ضفت كده البانيه بالخلطة دي وهسيبه كده يتبل حوالي ساعة في التلاجة. انا ما بحبش احط بابريكا في الخلطة بتاعتي علشان بتحول لونها للون الاحمر، وانا عايزة لونها يبقى كده علشان بعد التحمير بيبقى لون ذهبي وجميل زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو. هسيبها كده بقى في التلاجة، هغطيها واسيبها في التلاجة حوالي ساعة لحد لما تتبل كويس قوي. ممكن كمان تستخدموها على طول، يعني مش شرط ان انتوا تسيبوها ساعة، ممكن كمان تستخدموها على طول، يعني تتبلوا وتعملوها على طول. انا هنا كده عندي بقسماط سايب من عند العطار، جيبه بحط عليه مكعب من المرقة ونص معلقة من الفلفل الاسود والكمون، ويعني بيكون جاهز للاستخدام. عشان كده انا مبزودش ملح في الخلطة بتاعت او التتبيلة بتاعت البانيه، علشان بكون عاملة حسابي ان انا متبلة البقسماط. افضل طريقة لتغليف البانيه هي البقسماط حرفيا. ساعات بعمل ميكس بين البقسماط والخلطة الجاهزة بتاعت البانيه اللي هي بنشتريها من بره من عند العطار. هتلاقوا الأكياس دي مكتوبة عليها خلطة البانيه، بس هي بتكون متبلة، فأنا ما بتبلش البقسماط معاها. فاهمين ازاي؟ يعني عشان البانيه ما يبقاش مالح، بعمل ميكس بين البقسماط وبين خلطة البانيه، بس بقسماط سادة مش متبل. ممكن تعملوها بالبقسماط كده بس زي ما انا عملتها. هتضغطوا بقى على البانيه وانتوا بتعملوه كويس قوي علشان التتبيله او الكفر اللي بره يمسك عليه. تحطوا البقسماط كده وتفضلوا تضغطوا عليه لحد لما الطبقه الخارجيه تمسك على البانيه كويس جدا. مهما تحركوا الطبقه حتى قبل التحمير عمرها ما تنزل من عليه. ليه؟ علشان الخلطه اللي احنا عاملينها متماسكه اصلا، ولا سايله ولا تقيله، فظبط القوام جدا. اول ما بتحطيه في البقسماط بتلاقي البقسماط قفش فيه كده.
هنعمل كده كل الكمية بالطريقة اللي احنا قلنا عليها دي. تعالوا بقى للزيت. الزيت ده خطوة مهمة جدا وأساسية، إنه لازم يبقى في درجة حرارة متوسطة من 170 درجة مئوية ل180 درجة مئوية، ما تزيدش عن كده، لأن الزيت لو كان سخن جدا هتنزلوا أول ما تنزلوا بالبانيه هتلاقوه أخد لون كده بسرعة وهو لسه ني من جوه مستويش. وكمان الطريقة دي بتخلي أو درجة الحرارة العالية أو المنخفضة زيادة عن اللزوم بتخلي الطبقة الخارجية بتاعة البانيه أو الكفر بتاع البانيه يفك من عليه ويفصل. فلازم تظبطوا درجة حرارة الزيت يبقى في درجة حرارة متوسطة. تنزلوا بقى بالبانيه أول ما ياخد لون كده من تحت تقلبوه على الناحية التانية. خلوا فيه لو النار عِليت أوي هدوها شوية، يعني خلوا فيه انتظام كده في درجة الحرارة. لو لقيتوا النار عِليت أوي وانتوا بتحمروا هدوها شوية علشان البانيه بس يستوي. لما تهدى زيادة عن اللزوم رجعوها تاني لدرجة حرارة متوسطة. تمام كده. ضروري جدا تطلعوا البانيه على مناديل علشان يصفي كل الزيت الزيادة. وكمان خطوة مهمة جدا ان الزيت يبقى مغطي البانيه، يعني ما يبقاش الزيت قليل جدا فيتحرق وكمان البانيه يتحرق. فضروري جدا وخطوة مهمة جدا ان الزيت يبقى مغطي كده البانيه بحاجة بسيطة كده، يعني زي ما انتوا شايفين كده الزيت يعتبر مغطي البانيه بحاجة بسيطة. بتاخدي نتيجة هايلة جدا ومضمونة جدا، وكمان اللون بيبقى خطير. تمام كده زي الفل. قلنا كل الأسرار اللي تخلي البانيه يطلع معاكم ناجح 1000000%. هنخلص كل الكمية كده بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي، وأوعدك بقى انك هتاكلي أحلى وأطعم وألذ بانيه. والطبقة متماسكة جدا، شايفين وانا بحركها اصلا في الزيت يمين وشمال لحد لما تاخد اللون اللي انا عايزاه، مبتفكش ابدا، متماسكة عليه. خطير، طعم وشكل ولون في منتهى الجمال. اللهم بارك يا رب. والكمية دي ما شاء الله من الصدرين بتوع الفرخة، انا عملتها خليتها في البيت. وجبة غدا خطيرة جدا وفي منتهى الجمال. ياريت لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملولي لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.